والشوكولاته في صينيه واحده بدون ما يكون عندنا صينيه مخصصه لكل الكلام ده. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني وتتابعوني، انا اسمي بسنت. هستناكم تشتركوا في القناه وتعملوا متابعه على صفحتي على الفيسبوك، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير. ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه هنجهزها الاسبونج بتاعنا. معانا 8 بيضات، يعني يكون حجمهم متوسط كده او حجمهم كبير. وهنبتدي الاسبونج بان احنا لازم نفصل البياض عن الصفار. خطوه مهمه جدا جدا لنجاح الاسبونج بتاعنا. يعني انا جربت بصراحه طرق كتير جدا جدا، بس اظبط طريقه هي اللي بنفصل فيها البياض عن الصفار. هنضيف بقى لكل واحد فيهم كوبايه الا ربع من السكر في البياض، وكوبايه الا ربع من السكر في الصفار، ومعلقه صغيره من الفانيليا هنا، ومعلقه صغيره من الفانيليا هنا، ونص معلقه خل هنا، ونص معلقه خل هنا. ونبتدي بقى نضرب كل واحد فيهم لوحده. هبتدي الاول بضرب بياض البيض، هحطه في الستاند ميكسر بتاعي او بمضرب البيض بتاعي. هبتدي ان انا اخفقه بشكل جامد جدا جدا لغايه ما يبقى قوام بياض البيض بتاعنا زي الكريم شانتيه كده، نيجي نحركه يمين وشمال ما ينزلش مننا. هنزل بقى في نفس البولة بتاعتي الصفار بتاعي بالسكر بالفانيليا بالخل، وبرضو هبتدي اخفقه كويس جدا جدا لغاية ما يبقى قوام الصفار بتاعنا لونه ابيض فاتح والسكر يكون دايب. اهم حاجة ان احنا نركز ان السكر يكون دايب قوي، لانه لو ما دابش كويس هنلاقي كده الكيكة بتاعتنا فيها نقط غامقة، وده بيبقى سببه ان احنا ما خفقناش السكر كويس. انا بقى جاهز عندي البياض وجاهز عندي الصفار. هبتدي انزل الصفار بتاعي على البياض وبالسباتيولا كده في اتجاه واحد وبالراحه جدا جدا من تحت لفوق. انا طبعا مسرعه الفيديو، بس لازم يكون ايدينا بالراحه علشان البياض بتاعنا ما يهبطش. الاسبونج يا جماعه بيبقى حساس جدا جدا، فبيحتاج تعامل بحساسيه. هنضيف عليهم بقى نص كوبايه من الزيت، وهننزلهم شويه بشويه مع استمرار تقليب بالسباتيولا من تحت لفوق وفي اتجاه واحد، ما نغيرش الاتجاه علشان الاسبونج بتاعنا ما يهبطش. هبتدي بقى اقسم الكميه اللي انا عملتها دي لجزئين عشان نعمل خليط او كيكه الفانيليا وكيكه الشوكولاته. هجيب بقى المنخول، هضيف للجزء الاولاني او للنص الاولاني كوبايه من الدقيق متعدد استعمالات او دقيق كيك، عليهم نص معلقه كبيره من البيكنج باودر من المعلقه المعياريه. وهبتدي ان انا اقلب بالراحه كويس جدا في اتجاه واحد ومن تحت لفوق لغايه ما الدقيق بتاعنا كله يختفي. ضروري جدا ان انا اقلب كويس جدا جدا عشان ما الاقيش كور دقيق جوه الكيك. هجيب بقى النص التاني من بياض وصفار البيض اللي احنا خلطناهم، وبرضه هحط عليهم كوبايه الا ربع من الدقيق على ربع كوبايه من الكاكاو الخام الاسباني، عليهم نص معلقه كبيره من البيكنج باودر من المعلقه المعياريه. بس طبعا في المره بتاعه الكاكاو دي هبتدي انخل الدقيق بالكاكاو شويه بشويه، لان طبيعه الكاكاو بيبقى اتقل شويه من الدقيق وبيبقى يعني فيه كور كده. فانا حابه ان هو يعني انزله بالراحه واقلبه في اتجاه واحد بالراحه كده من تحت لفوق، علشان الكيك بتاعنا بتاع الكاكاو سريع انه يهبط. يعني هو بيبقى حساس شوية عن كيكة الفانيليا. هجيب بقى صينية مقاس 28، هبطنها كويس جدا بورق الزبدة، وهبتدي بقى اجيب كرتونة تكون عرضها بعرض الصينية بتاعتي، وهجيب بقى ورقة زبدة هلف بيها الكرتونة دي والزقها كده بحتة من عجينة الكيك علشان تلزق كويس يعني الورقة ما تفكش مننا في الفرن. هحط بقى الكرتونة دي في النص. طبعا احنا بنقص الكرتونة مقاس عرض الصينية بالظبط علشان تقسم لي الصينية زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى انزل في النص الاولاني كيكة الفانيليا والنص التاني كيكة الشوكولاتة. واهم حاجة يكونوا الاتنين جاهزين معايا علشان ما ينفعش نجهز عجينة فيهم ونركنها. هحط بقى الكيكه بتاعتي على درجه حراره متوسطه على شبكه البوتاجاز كده. هتاخد حوالي 45 دقيقه معايا في الفرن، وبعد كده من حوالي 40 دقيقه نبتدي ان احنا نبص على الكيكه بتاعتنا ونختبرها بالخله. لو الخله بتاعتنا طلعت نظيفه يبقى الكيكه استوت. لو الخله بتاعتنا فيها قطع كده من العجين يبقى الكيكه بتاعتنا لسه محتاجه شويه. بنوطي عليها النار خالص او بنهدي النار خالص، وبنسيب الكيكه بتاعتنا لغايه ما نكمل سواها زي ما انتوا شايفين.